السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص رمضان، كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص واحنا خلصنا والطاقة بتاعتنا خلصت. يلا بينا نسمي بالله الاول ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. هعمل سحور، يعني سحور من ايام رمضان، ايامه الجميلة والله. حتى لو طاقتنا خلصت بس ايامه جميلة كلها كده. سبحان الله والله، يعني الحمد لله، هي الحاجات الجميلة بتروح بسرعة. جبت علبة جبنة. الجبنة دي حلوة قوي، ماشي اعملوها. حطيها في التلاجة في علبة، وكل يوم مع شوية بيض، مع فول، بتنجز معاكي، ومع شوية بطاطس. حلوة قوي مع البطاطس، بحبها جدا مع البطاطس. بس خلاص يعني ما بحبش، يمكن احلى اكلة بالنسبة لي الجبنة دي والبطاطس المقلية. هنجيب علبة جبنة حلوة قوي، جبنة المراعي بصراحة كريمي كده وناعمة قوي. هنعمل البطاطس، هحط البطاطس على النار وانا بعمل معاكم الجبنة. حطيت في الجبنة، هي علبة جبنة صغيرة، وكان عندي واحدة قديمة. حطيتهم على بعض، حطيت عليهم معلقتين طحينة كبار، ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت، نص معلقة شطة، ليمونة. خلاص، بس ما حطيتش حاجة تاني. اقلبهم بقى، وحطيت شوية مية عشان تفك معايا وتبقى دايبة كده في وسط الايه. انا مقطعة على جنب اهو طماطم، شوية طماطم حلوين، فلفلاية حمرا وفلفلاية صفرا وفلفلتين شطة، وبصلاية، بصل اخضر، بصلاية واحدة بس. بصل اخضر بيديها طعم حلو جدا. خلاص كده هنقلبهم تقليبه حلوه كده زي ما انت شايفه، بجد حلوه جدا. زي ما انا قلت لك، جنب شويه فول، جنب بيض، جنب بطاطس، يعني مش لازم تعملي كل اللي انا هعمله ده. كفايه، بتبقى حلوه قوي ومغذيه، متاخدش معاكي وقت. تحطيها في علبه وتشيلها في التلاجة، وكل يوم تطلعي طبق منها، بجد بتديكي كميه كبيره جدا. يلا بينا نعمل الفول. انا بحبش الفول المحوج اللي بيجي من بره بصراحه، بحب اعمله في البيت من كده زي. بجيب الفول وبهرسه، يعني بحطه على النار، اخلي النار شغاله هادي واهرس فيه. انا بهرسه بس عشان الولاد كمان، انا ما كنتش بحب برضه مهروس، بحب اكل الفوليه كده بحس بيها. بس عشان الولاد، طول ما اخلي النار شغاله هحط الزيت، شويه زيت حلوين، معلقه كمون، معلقه كمون حلوه كمان. الكمون بيديها طعم حلو جدا، بيدي الفول حلو، طعامه غريبه وريحه حلوه. معلقتين طحينه، ليمونتين. انا بحب الفول كده جدا بصراحة. لو مش رمضان، جنبه شوية بصل، يا الله منتهى الجمال بقى. خلاص كده عصرت ليمون، وحطيت الزيت، وحطيت الطحينة، وحطيت الكمون. هحط الملح بتاعنا، كل ده وهو على النار. زي ما انت شايفة عامل ازاي، حلو جدا. يعني انا المحوج اللي بنجيبه من بره معرفش بيبقى حاطين فيه ايه، لا انا بحبه كده، بعمله في البيت احلى. اهو هرش رشة الملح بتاعتي، شايفة جميل ازاي. هدي النار عليه وسيبيه على النار. خلاص كده الفول خلص، والبطاطس على النار اهو. سلقة بيض، هعمل بيض مدحرج. انتم بتسموه ايه البيض اللي في السمنة؟ هحط معلقتين سمنة حلوين بلدي كده. اهي البطاطس. انا مش كل يوم بعمل سحور كده على فكرة، يعني عشان يعني في يعني ايام بعمله كده وايام لا، بعمل حاجتين بس مش اكتر من كده. يعني ممكن ناخد مثلا بطاطس وبيض، ممكن بطاطس بس، هي البطاطس عامل مشترك بصراحة. بطاطس وفول، بطاطس وجبنة، زي ما انا بقولك. بعمل لهم برضو ساعات عجوة بالسمنة البلدي، تبقى حلوة قوي عشان تديهم طاقة كده، بدل الطاقة اللي راحت مننا كلنا. خلاص كده البيض بس بديله لون كده على النار، ما بقطعوش على النار، بعد ما بطفي النار بقطعه. خلاص البطاطس برضو قربت تخلص. يلا بينا نقطع البيض في الطبق اهو. هحط شوية جبنة اهي، والباقي احطه في علبة واحطه في التلاجة، علبة مقفولة كده تقعد معايا بالاسبوع. اهو البيض هفضيه كده في الطبق واقطعه. تمام كده. هنجيب الفول بتاعنا
ونفضي الفول بتاعنا ونجيب البطاطس. سحور جميل من ايام رمضان الجميلة. اهو الفول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبألف هنا ومع السلامة.